يوم كنا عظماء كنا قادة الأمم. تحرك الفرس والروم خير رماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إذا استقسموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. فعندما غضب معاوية بن أبي سفيان غزا الروم بالسفن لأول مرة في التاريخ. وعندما غضب المعتصم بالله فتح مدينة عمورية أكبر معقل للبيزنطيين. وعندما غضب صلاح الدين الأيوبي أقسم أن لا يبتسم حتى يعيد فلسطين للمسلمين. وعندما غضب عبد الرحمن الغافقي وصل بجيش المسلمين إلى وسط باريس. وعندما غضب محمد الفاتح فتح مدينة قسطنطينية أكبر معقل للروم. وعندما غضب خطاب ذاق الروس الويلات في عقر دارهم. أرسل معاوية بن أبي سفيان رسالة إلى هرقل قائلا له: أخان تشاجرا فما بالك تدخل فيما بينهما وتعلي من نباحك؟ والله إن لم تخلص نباحك أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي يأتونني برأسك وقدموه لعلي. أرسل خالد بن الوليد إلى كسرى ردا على رسالته فقال له: أسلم تسلم وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرأ كسرى رسالة أرسل إلى ملك الصين يطلب المدد والمجد. رد عليه ملك الصين قائلا: لا طاقة لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أرسل هارون الرشيد إلى مكبول ردا على رسالته وقال له من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى مكبول كلب الروم: قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه. وقد أرسل السلطان المملوكي قطز إلى هولاكو ردا على رسالته. ومن أعجب العجب تهديد اليوس بالردود والسباع بالاتباع والجماد بالكراع. خيولنا مصرية وسيامنا يمانية وسيوفنا مضرية. التقوى شديدة المضارب وأصوات المشارق والمغارب. لساننا ليوسف إذا ركبت وأفراسنا لواحق إذا ضربت. سيوفنا قواطع إذا ضربت. ليوسنا سواحق إذا نزلت. جنودنا وصدورنا دروعنا ويصدع قلوبنا شديد. وجمعنا لا يراع بتهديد بقوة العزيز الحميد. إن عصيناكم فتلك ضاعة وإن قتلناكم فنعم البضاعة. وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة. قلتم قلوبنا كالجبال وعادتنا كالرمال. فالقضاء لا يهوله كثرة الغنم وكثرة الحطب يكفيه قليل اللهب. أفيكون من الموت فرارنا وعلى الكل قرارنا. أنا ساء ما يحكمون نعم يا إخوتي، علينا العمل من أجدادنا والسير على خطاهم كي نعيد أمجاد أمتنا وسيرتها الكبرى حتى نكون أرقى الأمم خير خلف لخير السلف. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، أخي فلا تلتفت للورى طريقك قد خطفت دماء ولا تلتفت